ياما في السجن مظاليم، بس العدالة الإلهية موجودة في الأرض، مصيرها هتتحقق مهما مر عليها الأيام. وده زي اللي حصل مع بطلة حكايتنا، عاشت ورا القبطان لسنوات محرومة من الشمس والنور، لكن عدل الله قائم. وده اللي هنعرفه في حلقتنا، فتابعونا. بس الأول بفكرك باللايكس والشير، ولو كنت أول مرة متابع لقناتي لو سمحت كون كريم معي بالاشتراك وتفعيل الجرس. حبيبة محمد سعيد سالم، مواليد الجيزة 28 ديسمبر 1976. حبيبة من وهي صغيرة بتحلم بالتمثيل والشهرة، وإنها تكون ممثلة مشهورة. فعلا في سن العشرين بدأت تدخل عالم السينما والشهرة. شاركت في العديد من الأفلام والمسرحيات زي فيلم شبابتك قوي، ورجل مهم، وبهلول في اسطنبول. كانت دايما أدوارها صغيرة وثانوية، بس كان عندها طموح وأحلام إن هي تاخد دور البطولة والشهرة في يوم. لكن حياة حبيبة الفنية مطولتش كتير، ودنيتها كلها انقلبت سنة 1998 أثناء تواجدها في اسطنبول بتركيا لعرض مسرحية بهلول في اسطنبول، اللي كانت بطولة سمير غانم وإلهام شاهين. كان واحد من الجمهور اللي بيشاهد المسرحية شاب قطري اسمه عطلة. كان رجل أعمال قطري، وكان عنده شركات تجارة وغني جدا. أول ما حبيبة ظهرت على المسرح عشان تقدم دورها، أعجب بيها من النظرة الأولى. بعد ما المسرحية خلصت راح لحبيبة وقال لها إنه معجب بيها وعايز يتجوزها. طبعا البت استغربت وقالت إيه العبط ده انت لسه شايفني من ثواني، لحقت تحبني وكمان عايز تتجوزني؟ لكن مع إصرار عطا سافر مصر عشانها مخصوص، وكان بيروح لها أماكن التصوير. بدأ يحصل ما بينهم انجذاب، ونشأ ما بينهم علاقة حب، ووافقت على الحبيبة على الزواج منه. اتفقوا إن الجواز هيكون في السر، ومحدش يعرف عنه حاجة غير أهل حبيبة وأهل عطا. عاشت حبيبة مع عطا في سعادة وحب لمدة 4 شهور. كان من طبيعة شغل عطا إن هو كان بيسافر كتير من دولة لدولة، وممكن يغيب فترات طويلة بالأيام. حبيبة كانت متفهمة وراضية، لأنها كمان هي كانت مشغولة في التمثيل والتصوير. هما الاتنين في البداية متفقين ومتفقين على هذا الوضع، وراضيين بالعلاقة الزواج إن هي تكون بالشكل ده. ديسمبر 1998 بالتحديد في شهر رمضان، كانت حبيبة بتجهز الفطار، وكمان كانت بتجهز نفسها عشان كان وراها تصوير. كانت بتصور مسلسل، وفجأة الشرطة هجمت على بيتها وقبضوا عليها، وهي مش عارفة قبضوا عليها ليه. بعدها عرفت حبيبة إن هو تم قتل جوزها في إحدى شقق الفخرة اللي موجودة في القاهرة من 12 يوم. الجيران بلغوا الشرطة إن في ريحة كريهة جاية من الشقة. لما الشرطة دخلت الشقة لقيته مقتول في غرفة نومه، والدم اللي حواليه كان جاف. أول ما الشرطة عرفت إنه متجوز حبيبة جواز عرفي، بقت حبيبة هي المشتبهة الرئيسية في القضية. في البداية قالت حبيبة إنها ما قتلتوش، وكانت واثقة ومتأكدة من نفسها. بس بعد الضغط عليها اعترفت حبيبة إنها قتلته، لأنه كان في خلاف ما بينهم. أخدت الشرطة حبيبة وراحوا على الشقة عشان تمثل لهم الجريمة، وقالت إن هي طعنت جوزها 30 طعنة، وثبت عليها الجريمة واتحاكم عليها ب10 سنين سجن. اتصدرت حبيبة عناوين الصحافة إنها قتلت جوزها الغني عشان تورثه وتبقى غنية بدري بدري. كانت قضية حبيبة رأي عام، الناس والشرطة كلهم كانوا بيقولوا إن حبيبة هي اللي قتلته، إلا أهلها وأهل جوزها ما كانوش مصدقين خالص، وقالوا مستحيل تكون هي اللي قالته، لأن عطله كان جسمه رياضي وطويل وقوي، أما حبيبة كانت جسمها ضعيف وقصيرة. لأنها لو حاولت تهجم عليه عشان تقتله مش هتقدر، وهو على الأقل هيحاول يدافع عن نفسه، وهيبقى فيه آثار عنف في جسمها، أو على الأقل هتجيب حد يساعدها في قتله. بس تقرير الشرطة والحكومة أثبت إن هي القتلة الوحيدة في القضية، والقضية اتثبتت عليها واتحكم عليها بالسجن. طول ما كانت حبيبة في سجن القناطر كانت بتقول إنها بريئة، بس محدش كان مصدقها، لأن الاعترافات اللي هي اعترفتها على نفسها في البداية أثبتت كده، وكمان تمثيلها للجريمة. حبيبة وهي في السجن كانت دايما متعرضة للتهزيء والاستهزاء وللتعذيب، لأن كان كل حراس السجن والمسجونين كانوا بيبصوا لها على إنها قتلت جوزها الغني عشان تورثه وتبقى غنية.
كان أهلها بيدفعوا لها كمان فلوس في السجن عشان تقدر تعيش في السجن، لأنها كانت بتعيش سوء التغذية، ما كانوش بيأكلوها كويس والاستهزاء بيها، فكانوا بيدفعوا لها فلوس للحراس السجن عشان يهتموا بيها. قضت حبيبة في السجن 5 سنين بتعاني فيهم جدا بعد ما اتدمرت سمعتها، وكمان أهلها كانوا بيعانوا من نظرة الناس ليهم. سنة 2004 بائع مجوهرات اتصل بالشرطة، قال لهم في شخص بيبيع ساعة مجوهرات ذهبية بس تمنها ايه بيقدر بالآلاف، عايز بس فيها 500 جنيه. بائع المجوهرات شك انها مسروقة واتصل بالشرطة فورا. لما اتفحصت الساعة جيدا واتبعوا رقم التسلسل بتاعها، عرفوا ان مالك الساعة الاصلي بيكون الشاب القطري عطلة. بسرعة الشرطة قبضت على الشاب، ومن أول ألم انهار واعترف للشرطة بكل شيء. كان اسمه صابر، وقال صابر كل شيء للشرطة بالتفصيل، وقال لهم إن هو وواحد صاحبه عبد المقصود اللي كان بيساعده في الجريمة كانوا بيراقبوا عطا الله من فترة طويلة، وإنهم عارفين إنه غني وعنده مجوهرات وذهب. وفي يوم كانوا بيراقبوه لحد ما وصل لشقته، وكانوا عارفين إن هو قاعد في الشقة لوحده. طلعوا الشقة وخبطوا عليه، وأول ما عطا الله فتح لهم الباب هجموا عليه وضربوه 30 طعنة. بعدها سرقوا كل اللي يقدروا عليه إن هم يشتلوه، ونظفوا الشقة تماما من أي أثر ليهم، واستخبوا وكانوا خايفين لحد ما الأمور تهدى وبعدين يتصرفوا في الحاجة. بعدها عرفوا ان في ممثلة شابة اسمها حبيبة قتلت جوزها الخليجي، فعرفوا ان هم قصدهم على الشاب اللي هم قتلوه. اتأكدوا تماما ان هم خرجوا من القضية. بعدها بدأوا يتصرفوا في بيع الحاجة كل فترة. انتشر الموضوع في الصحافة، وواحدة من السجينات راحت لحبيبة وقالت لها اللي قتل جوزي اتقبض عليه وانت طلعت بريئة. في البداية حبيبة ما كانتش مصدقة، بس السجينة جابت لها الجريدة اللي منشور فيها الخبر. بعد ما اتصدرت حبيبة عناوين الصحافة إنها حبيبة الشابة الممثلة اللي قتلت زوجها الخليجي عشان تبقى غنية وتورثه، اتصدر اسمها مرة تانية تحت عناوين حبيبة مظلومة، وإنها اعترفت تحت التعذيب. الحق بيبان مهما مر عليه السنين، فعدالة الله موجودة في الأرض. لو سمحت كن كريم معي بالإعجاب والاشتراك في القناة فضلا منك. مع السلامة.